السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معانا ان شاء الله في وصفه النهارده هنعمل مكرونه بالسجق. معانا في المقادير بتاعتنا نص كيلو سجق، غسلناه وسلقناه نص سلقه وقطعناه بالمنظر ده. انا على طول بعمل السجق كده يا جماعه. ومعانا كام قرن فلفل حامي مقطعينهم يعني ايه، دواير كده. ومعانا معلقه توم مهروس. معانا بهارات لحمه، معانا بصل بودر، توم بودر، فلفل اسمر، ملح. دي كل التوابل اللي احنا ايه هنحتاجها في الوصفة النهاردة طبعا. وسالقين المكرونة وايه وراكنينها على جنب. هننزل كده في الطاسة على النار بشوية زيت كده. تمام. هي الاخف والاحسن هتتعمل بالزيت. هننزل بمعلقة التوم المهروس كده زي ما انتم شايفين. انا طبعا السجق يا جماعة باخده سلقة كده، انا بجيبه بلدي من الجزار. هو كان معانا نص كيلو سجق اللي في المقدار اللي احنا هنعمله ده. باخده سلقة كده، بينزل كل الدهون والشوائب اللي فيه، وعشان كمان لما اجي اقطعه يبقى ماسك نفسه، ما يتهريش مننا ولا يطلع، لان انا عانيت من الموضوع ده كتير قوي. فصراحة فكرة السلق دي جات لي كده سبحان الله من عند الله كده من زمان، وانا بعمله بالطريقة دي. طبعا هو متملح وفيه كل توابله وفيه كل حاجة، يا دوب بس ياخد كام غلوة كده على النار، واقوم مصفياه وغسلاه بمية من الحنفية. وبعد ما يهدى شوية اقوم مقطعاه زي ما انتم شايفين كده، بيفضل محتفظ بشكله لحد اخر لقمة، عمره ما بيفك في اي حاجة بقى. تعملوه بالطريقة دي يا جماعة تحفة تحفة تحفة. نزلنا اولا بالتومه، واول ما التومه دخلت على صفار نزلنا بالفلفل الحامي. عاوزين تحطوا فلفل رومي على راحتكم. وبعد كده نزلنا بالسجق، طبعا هناخدهم تشويحه كده مع الفلفل والثوم. تمام. هي معلقه توم مهروس كبيره كده، معلقه هرميه. وكان معانا نص كيلو سجق، ومعانا نص كيلو مكرونه. ممكن كمان تزودوا المكرونه عن كده، بس ايه انا كنت عاملاها على قد ايه، شخصين او نفرين او ثلاثه. نزلنا كده بالتوابل عليها كده زي ما حضراتكم شايفين برضو. وصفة جميلة وسهلة جدا، وما بتاخدش وقت في المطبخ، وفي أقل من ثانية إلا ثانية بتبقى خلصانة. طبعا بعد ما شوحنا السجق شوية مع الثوم والفلفل الحامي ونزلنا بالتوابل، هننزل بالطماطم على السجق زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنقلب كويس أوي ونشوف الحدق ونظبطه. وبعد كده نسيبها بقى ايه تتسبك. نسيب الطماطم مع السجق مع الفلفل يتسبكوا زي اي صلصة عادية خالص. قسما بالله يا جماعة طعمها خطير بجد بجد. صلصة تحفة، صلصة بالسجق تحفة تحفة تحفة. تمام كده. كانت ايه داخل على تسبيك. انا بوريكم، بصوا بوريكم ان السجق متماسك ازاي وما فكش مننا ولا حصل له اي حاجة. ليه؟ عشان سلقناه نص سلقة. وانا بعمله كده على طول. حتى لو هتعملوه بطوله في اي وصفة برضو تعملوا نفس الموضوع، هيريحكوا كتير. تمام. انا كنت عمري الاول اعمل السجق الاقيه فك مني في الطاسة وشكله مش ظريف ويتبهدل، فبقيت اعمل كده على طول. انا بقول لكم كده هو خلاص دخل على تسبيك اهو، اتسبك. وكده كانت اتسبكت معانا، والسجق زي ما هو زي ما انتم شايفين. طبعا بيكمل سواه بقى كمان مع الصلصة، حاجة كده اللهم بارك تحفة. وانا قلت لكم كده خلاص تمام. طبعا دلوقتي ايه كنا بقى سلقنا المكرونة، وهنرجع بقى ايه ننزل بالمكرونة بتاعتنا. لان انا كنت طفيت على السجق بالصلصة لحد ما هسلق المكرونة. طبعا كلنا عارفين سلق المكرونة. ده نص كيلو مكرونة صغيرة، ممكن تجيبوا اي نوع تفضلوه. هنقلب بقى كله مع بعضيه كده زي ما حضراتكم شايفين. يا رب لو الوصفة النهاردة عجبتكم وافادتكم ما تنسونيش بقى في اشتراك وشير ولايك للقناة، وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكوا حبايبي مني كل جديد. ويا رب يكون وصفاتي بتفيدكم وبتعجبكم. طبعا لو مش عاوزين فلفل حامي ممكن تحطوا فلفل الوان، فلفل رومي، على حسب الرغبة. بس الفلفل الحامي بيديها كده طعم جميل كده وحرقية كده بطعامة. يعني جربوها كده وان شاء الله مش هتندموا. ممكن تحطوا من ده على ده، تحطوا رومي على حامي. طبعا بنقلب بقى المكرونة كده تقليبة حلوة مع الصلصة بالسجق. حاجة كده سهلة وكلها في حلة واحدة او في طاسة واحدة. ما بنحتاجش نعمل ده لوحده وده لوحده. فالفكرة دي جميلة جدا وخفيفة ومش هتاخد معاكم وقت، واكل خفيفة وسهلة. الاولاد يجوا من المدرسة تكوني مخلصاه. وكده كان الشكل النهائي ليها. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.